مساء الخير حبيباتي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. كما راكم تشوفوا عندي صدر دجاج رحيته، حطيت عليه الملح ونحط عليه التوابل. بسم الله. التوابل حطيت الدجاج، يعني انت اللي عندك من التوابل. وعندي شبلة، هو عباره عن خبز يكون يابس، ومن بعد ترحيه وتحبي ديري له التوابل وتحمصيه، تحبي تخليه كيما هكا. انا الكوريات تاع الدجاج راح انا واش نعمل بها، نعملهم كوريات ومن بعد نعمل لهم صوص، تكون صوص حمراء او بيضاء، اللي الصوص اللي تحبي انتي. ودوك نشوفوا مع بعض ان شاء الله. كما راكم تشوفوا عملنا كوريات. هنا اذا شفتي الدجاج تاعك يلصق لك في يدك، بلي يدك بشويه ماء او تحبي تبليها بشويه زيت وتعملي الكوريات. كما راكم تشوفوا نكملوا من بعد نرجعوا مع بعض. هنايا راني نقلي فيهم، خليهم ياخذوا اللون الذهبي برك ومن بعد نحيهم. ما كملنا الكوريات تاعنا، اللحم تاعنا، نحطوا شويه سمن وملعقه زيت، نحطوا ثوم، نحطوا التوابل. هنا بعد ما حطينا التوابل تاعنا، انا بصراحه حبيت نحط شويه فلفل، نخليهم يتقلاو مليح، ملح وفلفل اكحل، ونخليهم مليح يتقلاو. نحط طماطم، بعد ما اختارت لي الصوص تنحط الكوريات اللحم. اذا عندك فرماج تحبي تحطي فوقها الفرماج حطي، انا ما عنديش الفرماج. يعني هي اكله يعني بسيطه وخفيفه وفي نفس الوقت بنينه وسهله التحضير، يعني ما شاء الله. أحلى كوريات دجاج، سهلة وبسيطة وسريعة التجهيز. بالصحة والهنا، وإن شاء الله يا رب يعجبكم الفيديو يا رب، وتجربوها ورب يحفظكم إن شاء الله.